فبدأت أصلي وأقول يا عذرا يلي شافتيني تعالي، أنا بيحصل معايا كل ده بسبب إن أنا بجري عايزة أعرف مين أنتي. الله. بدأت أسمع صوت في ودني، مش شفت المرة دي، لا أنا سمعت صوت في ودني بتقولي معلش استحملي، أنتي نبتة في الأرض ولما تغدرلي ويجي وقتك فأكيد هتتقطفي. فأنا ما كنتش يا فاهمة يعني إيه الكلام ده، يا رب يسوع. ما كنتش فاهمة كلمة يعني إيه أنت نبتة في الأرض ولما تغدري هتتقطفي، ما كنتش فاهماها. بس كنت بسمع أصوات في ودني بتطمني جدا، اطمني ربنا معاكي، الكلام ده كله. ما كنتش أعرف أي حد في الوقت دوت من القديسين إلا أمي العذراء، بس ما كنتش أعرف أي معلومات تانية. بدأت برضو مرات أخويا تتوسط عنده إن هو يطلعني مش عارفة إيه، بدأت أروح الكنيسة، جابني برضو من الكنيسة عشان ما أخرجش من البيت تاني، راح معورني في رجلي بالكنيسة، حتى تصوني كريستين شافتها دلوقتي، شافت أثر الجرح، يعني جاب لي كده نص رجلي كده بالطول، بس هي بدأت تلم الجرح يعني لأنه بقاله فترة كبيرة. عشان يعني انا هقطع لك رجلك عشان ما تخرجيش من البيت. يا ساتر. فقعدت فعلا شويه في البيت من غير ما اتحرك ولا اي حاجه، طبعا رجلي مفتوحه مش قادره امشي ولا قادره اتحرك ولا قادره اروح في اي حته. بس فبعد كده يعني بدات اريحه، وجا صوت في ودني قال لي قولي له ان انا مش هروح كنيسه وريحيه وخلاص وما فيش اي حاجه. بأمانة أنا ما كنتش بعمل دوت بجهدي الشخصي قد ما أنا كنت بسمع أصوات في ودني. فقعدت معاه وقلت له خلاص اللي أنت عايزه أنا هعمله لك، وأنا مش هروح الكنيسة ومش همسك الإنجيل، وخد الإنجيل وخد الإجبية وخد كل حاجة، أنا مش عايزة الناس دي ومش هروح لهم وكده. قال لي خلاص ماشي تمام. بدأت أسايسه أسبوع أسبوعين، الصراحة ما قدرتش، بقيت في حاجة بتشدني إن أنا أروح الكنيسة. فخلاص انا رحت الكنيسة تاني وبدأت اتعامل مع الناس تاني، بس انا مش بتناول ولا اي حاجة، هما كانوا خلاص انتي اهلا وسهلا بيكي تقعدي معانا وتصلي معانا وكل حاجة، بس ما عدا التناول لان دي اسرار مقدسة ما ينفعش اي حد ياخدها. قلت تمام. بدأت اروح الكنيسة عشان يخلص مني، راح مجوزني لأول حد، كان حد بيشتغل عندنا في البيت بيوضب البيت وكده، فاعجب بيا كايه انسانه طبيعيه ما يعرفش المشاكل دي وكده. فاخويا وافق اللي هو يلا نخلص منها. طب انا مش موافقه، انا مش عايزه اتجوز، انا يعني مش مؤهله للموضوع دوت، مش عايزه كده. قال لي لا هتعوزي كده، عافيه او مرضى هتعوزي كده. فطبعا برضو دخلت صليت، بس انا ما كنتش بصلي بايجابيه وقتها، انا كنت بصلي صلاه اجليليه دلوقتي. وبدأت أصلي للعذراء وبدأت أصلي يا يسوع نور لي الطريق، أنا مش عارفة أعمل إيه وكده. وبالفعل اتجوزت ووافقت على الجوازة وعملت كتب كتاب واتجوزت حوالي 6 سنين، وجبت برضو ولدين. بس يعني فكرة الجواز دي، المهم إن أنا اتجوزت وبقى معايا ولدين تمام. وبعد كده بدأت أروح لهم، طب في مشاكل، طب أنا كنت بتلكك أصلا عشان أعمل مشاكل بقى وكده. بدأوا يقولوا لي لا إحنا زي المسيحيين ما عندناش طلاق، هو أنتوا مش معنى مشخصين المسيحيين إن أنتوا إحنا زي المسيحيين ما عندناش طلاق ومش عاجبكم المسيحيين في أي حاجة تانية. فبدأت أنهار وأثور عليهم وكده، حتى يعني جوزي اللي أنا كنت متجوزاه كان عارف إن أنا بروح كنيسة، وكان عارف إن أنا بمشي مع المسيحيين وكده، وكنت بقول لهم ان انا رايحه السوق واروح الكنيسه وكده. الحلقة الخامسة مع العذاب اللي هي شافته نور الهدى بدأت تنادي على العذراء. انا وهي بتتكلم متوقع بقى العذراء هتيجي تشيل الباب، هتشيل السقف، هتشيل الحيطان. فكل اللي حصل رد فعل العذراء، سمعت صوت قالت لها بس اهدي استحملي يا بنتي، انت لسه نبتايه هنسقيكي لغايه ما تبقي يعني يحين قطفك. مش عارف بقى يعني هو تخصصات يعني العذراء، بس يعني شافتها من الجلطه اللي عندها. طيب بقى تكمل جميلها، لا انت اصبري لغايه ما يجي وقت قطفك وهنقطفك، ما تقلقيش طيب. وبعدين بقى بدات تسمع اصوات كتيره، اطمني
يعني ربنا معاكي وبتاع، وهي شغاله على الاصوات. وبعدين بقى حد توسط لها مرات اخوها، طلعها اخوها من الحبسه، مش هي بقى تحترم نفسها، رايحه للكنيسه تاني، بدات تروح تاني للكنيسه، لغايه ما اخوها راح مديها واحده في رجليها، جابها من الكنيسه واداها واحده في رجليها. القصد من الضربه هنا في المكان ده بالذات ان انا هقطع لك رجلك. طيب انا بس عندي حته هنا، هي قالت الخادمه شافت الضربه يعني اللي بدات تلم، جميل قوي. طب ما شفناهاش احنا. لا انت ما عندكيش مشاكل، انت من الاول لا بتحب الحجاب وانت مسلمه، وانت دلوقتي نصرانيه الحجاب مش فارق معاكي حاجه، ما تورينا رجلك، عاوزين نشوفها بقى، نشوف رجلك، دليلي باي دليل. عاوز اشوف الضربه اللي اخوك اداها لك ده جامده جدا كده، عاوز يكسر رجلك عشان ما تروحيش الكنيسه. لا هي الخادمه شافتها فاحنا لازم نصدق. صدق ولا بد ان تصدق من غير دليل من غير شاهد. احنا كده، احنا ناس شغالين من غير دليل ومن غير شاهد، احنا بنقول فانت تصدق على طول. الفكر النصراني كله يعني احنا نقول انت تمشي في ظهرنا، ما تشغلش عقلك معانا. ما علينا. وبدأت بقى تسمع اصوات تانية، قولوا له ماشي اوكي وبتاع، خديه على قد عقله. بقت نور الهدى دلوقتي بتشتغل بالاصوات، يعني حسب ما الاصوات ما توجهها هي تشتغل. وفعلا بدأت تقول بقى ايه لاخوها، خلاص انا مش طايقاهم، انا مش عاوزاهم، خد الانجيل مش عارف ايه بتاع. قعدت كده اسبوعين، لكن ديل الكلب يعني ما تعدلش. نهايتك ما انتهيت والطبع في الغالب، نهيتك ما انتهيت والطبع في الغالب، وديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا في قالب. ما علينا، مثل شعبي كده افتكرت. فالمهم بعد اسبوعين ما قدرتش ما تروحش الكنيسه، راحت اخوها بقى زهق منها، واحد شغال عندهم اعجب بيها، تقريبا شاف الجرح اللي في رجليها فالجرح اثر قلبه يعني، فاخوها راح مجوزها. طب انا مش موافقه، لا مش هتجوز، لا عفيجه هتتجوزي يا نور. اتجوزت وقعدت 6 سنين وخلفت ولدين. هنا عندي بقى مشكله في 6 سنين. الحكايه بدات 2009 وهي قعدت 6 سنين في مداولات، وبدات ترجع الكنيسه تاني، بس لغايه دلوقتي هي مش نصرانيه ولا تعمدت. المفروض دلوقتي بعد 6 سنين بعد الاحداث يبقى احنا في 2015، ما الاحداث بدات 2009. رحومه عبيط، رحومه بيعتمد على ذاكره السمكه، اللي بيسمع عاوز الحكايه وما بيركزش في التفاصيل. وانا بقول لك دايما مع الكذابين لا ركز في التفاصيل، ومع اي حد. يبقى احنا في 2015. طيب 2009 و6 سنين يبقى 2015. احنا دلوقتي في 2023، يعني مر على زواجها اول ما اتجوزت دلوقتي 2015 بعد 6 سنين، يبقى احنا المفروض 8 سنين. لغايه دلوقتي ما بقتش مسيحيه. طب هي قايله في اول فيديو انها اتعمدت من 11 سنه. بقول لك كذب، يعني كذب الابل بين، كذب الابل بين. المهم حتى وهي متزوجه وبعد ما خلفت عيلين و6 سنين بدات برضه تروح تاني، وبدات تفتعل المشاكل عشان جوزها يطلقها. فهم يقولوا لها احنا زي المسيحيين ما عندناش طلاق. فهي مستغربه، يعني مش عاجبكم من المسيحيين خالص اللي ما عندناش طلاق. وبعدين قالت جوزها عارف انها بتروح الكنيسه. طب عارف وبتروح الكنيسه وما اعترضش، بتعمل مشاكل ليه؟ شيء غريب طبعا. ودي الحلقه ال5 ونلتقي في الحلقه ال6 بعد كده ان شاء الله.